عايزه ايه؟ اه بتقولي اسمها حلاوه ايه؟ تركيا. تركيا. دي بتاعت الاتراك، يعني الاتراك بياكلوها. دي في تركيا. امسك كده يا حمو، انا معايا فلوس فك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحلى جولة في شارع خالد بن الوليد، وزي ما احنا شفنا كده في أول الفيديو الحلاوة التركية. الحلاوة التركي دي واقف بيها واحد قدام الشارع عندنا. طعمها حلو جدا على فكرة، جميلة جدا ولذيذة، بس الميزة اللي هي بتحط عليها ليمون. قال لي إن هي حلاوة تركي، بس طعمها حلو قوي قوي ولذيذة يعني. طبعا احنا كده ابتدينا ناخد جولة في شارع خالد بن الوليد. طبعا ده في ميامي في اسكندرية. انا طبعا موجودة في مصر بقالي فترة طويلة، يعني جيت بقالي مدة، بس لسه ما منتجت الفيديوهات ولا نزلتها. زي ما انتم شايفين معايا بقى، ده خالد بن الوليد، واي حد بيبيع حلاوة تركي جربوها لانها تعجبكم قوي وحلوة وطعمها لذيذ. ورخيصة، يعني بتهيألي دي اللي انا جبتها كانت ب15 جنيه. هي زي المصاصة بس سايبة، يعني مش ناشفة ولا كده. طعمها جميل قوي. دي بقى الحاجات الجديدة اللي متواجدة في خالد بن الوليد. والأسعار حلوة جدا على فكرة. 100 جنيه الجلابية. وفي حاجات ب75. بصراحة الأسعار حلوة، والمكان مليان حاجات حلوة وجميل يعني. يعني والله لو عروسة بتجهز هتنزل تجيب لها شوية حاجات حلوين. دي بقى الحاجات اللي كانت نازلة جديد. اللي هي الجلاليب الالوان الفوسفوريه، دي حاجات نازله كانت جديد. دي اجدد حاجه نازله، هي والحاجات اللي عليها رسمه الفراوله والدباديب والحاجات دي. هي اجدد حاجه. هنا بقى ده حمام الحلواني. ده طبعا مشهور جدا في اسكندريه ومشهور في خالد بن الوليد، غير طبعا احمد حسنين. انا بحب اجيب من عنده الزلابيه قوي قوي قوي. عنده زلابيه بالشوكولاته والسكر تحفه خطيره. جبنا منه شوية حاجات. وده بقى بتاع شباشب واقف في خالد. طبعا هو مليان شباشب ومليان هدوم وطرح وكل حاجة. بصراحة مكان حلو قوي، وتقدري ان انت تشتري منه هدايا وتجيبي منه اي حاجة انت عايزاها. بس اكتر حاجة كانت مالية الشارع الحاجات الفوسفورية دي، الالوان الفوسفورية والحاجات دي، هي دي اللي نازلة جديد، يعني دي اجدد حاجة. وفي حاجات من السنة اللي فاتت معروضة برضو كتير، بس حاجات حلوة يعني، والخامات حلوة على فكرة، والحاجات صيفي وخفيفة ومريحة، مريحة جدا في اللبس. لان في يعني ان انا بجيب على طول الجلاليب والحاجات البيتي من هناك يعني. فاللي هينزل اسكندرية هتعجبه الحاجة اللي في خالد بن الوليد، وفي هدايا كتير تقدري تشتريها لحبايبك لو انت حابة. وفي جلاليب اطفال صغيرة وحاجات لذيذة قوي وحاجات جميلة قوي. زي ما انتم شايفين يعني، انا حبيت اعمل لكم جولة بالحاجات الجديدة اللي متواجدة في خالد بن الوليد. ده كان يوم بقى من ايامي في اسكندرية. انا طبعا موجودة في مصر بقالي كتير يعني، بس في حاجات كتير يعني، في فيديوهات ما لسه والله ما منتجتهاش. بتهيألي كده فاضل فيديو واحد عايز يتمنتج وخلاص بقى. انا كنت يعني صورته وكان اخر يوم. بس انا طبعا رحت اماكن كتيرة جدا، بس مش كل حاجة يعني كنت بصورها، يعني كنت بصور اللي اقدر اصوره. طبعا في ملابس خروج وحلوة واسعارها حلوة، وكل حاجة موجودة في جميلة، وشنط وكل حاجة، وشنط المدارس، كل حاجة موجودة بصراحة. كل حاجة كانت جميلة، وكان المصيف جميل قوي قوي بصراحة. انا اتبسطت جدا. في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة، حاجات على قد الايد، في زي ما انت عايزة وزي ما انت تحبي يعني. بس يعني لو عروسة والله هتجيب شوية حاجات حلوين. دي برضو قمصان كده للبيت، حاجات نازلة جديد برضو. انا جبت منها برضو بصراحة حلوين قوي قوي، والخامات تحفة. بقى عايزة اكلمكم بقى في الخامة، والله العظيم الخامة تحفة. الخامة مريحة جدا في الصيف وما بتحررش ولا اي حاجة، وخفيفة
وكأنك يعني تبقي لابساها مرتاحة، مش متضايقة، مش حاسة بحر، مش حاسة بالكلام ده. الشباشب طبعا على عجب عينكم، يعني زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا، زي ما انتوا عايزين تجيبوا جيبوا. اشكال تحفة وروعة واسعار رخيصة، وبجد خطير خطير. لا لا بجد المكان تحفة، والحاجات حلوة قوي، والاسعار حلوة قوي، وكل حاجة هناك جميلة والله. اسكندرية كلها على بعضها جميلة، وكل مكان في اسكندرية ده جميل. انا من عشاق اسكندرية يا جماعة، بحب اسكندرية جدا وببسط فيها قوي قوي، وبصراحة بفصل فيها يعني. انا بفصل في اسكندرية، ببقى مبسوطة ونفسيا مرتاحة يعني ما بصدق الصيف يجي عشان اسافر اصيف والله. والمرة دي قعدت حوالي 12 يوم يعني، ما قعدتش اسبوع ولا الكلام ده ولا 5 ايام ولا كده، قعدت 12 يوم وما كنتش عايزة اجي والله. اللي جابني بقى اني الولاد كانوا لوحدهم واضطريت ان انا انزل يعني. بصوا في الجلاليب اللي هي اللي قدامكم دي، الخامة بتاعتها روعة روعة يا جماعة، تحفة تحفة. انا جبت لكم كل الاشكال اللي موجودة، اي حد عايز يشتري من خالد بن الوليد في اسكندرية. بجد الحاجات روعة. في فسكوزات، الفسكوز بس انا ما بجيبش من هناك فسكوز، لاني الفسكوز ده لازم ماركة معينة، وبخاف منه لاني ممكن ما بيتغسل بيكش بيشيط، فلازم الفسكوز يبقى ماركة معينة، اللي هي انا في احسن ماركة اللي هي ماركة الجوهرة، انا معرفش ماركة غيرها بصراحة. وانا ما بشتريش فسكوز يعني، بقالي زمن طويل قوي ما بشتريش فسكوز ولا بلبسه. انا بجيب بقى حاجتي كلها لما بسافر من خالد بن الوليد، وبلبسها بقى طول الصيف، بتبقى مريحة وخفيفة وجميلة ولذيذة يعني. زي ما انتم شايفين دي الحاجات الجديدة برضه. هنا بقى انا كنت خلصت الجولة وكنت قعدت على كافيه القبطان، اللي هو في ميامي برضو على الشارع العمومي، جنب الشارع بتاعنا على طول. قعدت شوية عليه، الجو كان حلو قوي وكنت مبسوطة بالقعدة. قلت اريح بقى كده، وشربت ليمون نعناع وجوزي قهوة. وبعدين بقى خدنا سهرتنا على الكافيه، وروحنا بقى حمامة بقى انا كنت جايبة منه زلابيا، وكنا جايبين هريسة، وكنا جايبين بسيمة وبسبوسة، وطلعنا بقى كملنا بقية السهرة في البيت. ويوم بقى من ايامي في اسكندرية. ويا رب ان شاء الله الجولة تعجبكم والفيديو يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.